تعالي اقول لكم على فكرة مشروع مربح من غير ما يكلفكم جنيه. كل حاجة موجودة في البيت، وكمان هقول لكم على شوية حاجات نخلي بالنا منها واحنا بنعمل المشروع ده وازاي ننجحه. المشروع عبارة عن ديكور البيت او ميدالية للشنط او المفاتيح. بس الاول مساءه معاكم ندى. هندخل لماما المطبخ ناخد منها عصيان شيش طاووق شبه اللي انا ماسكاها دي، ولو مش موجودة هنضطر نشتري. الكيس يعني مش غالي، بحوالي 15 جنيه، وفي كتير على فكرة. ممكن كمان تكلفة الواحدة تكون علينا حوالي جنيه. زي ما انتوا شايفين قسمت العصاية بالنص كده، ودلوقتي هندخل جوه الدولاب بتاعنا ندور على اي هدوم صوف ما نكونش عايزينها، ويا سلام بقى لو الوانها ملفتة. ومش شرط هدوم، اوقات بيكون عندنا خيوط قديمة ومش بنستخدمها. هنفك الهدوم القديمة بالراحة كده ونطلع منها الصوف، وابدأوا اشتغلوا معايا. هتعملوا العصيان على شكل اكس وتربطوا الخيط كويس من النص بالشكل ده. الهدف اني عايزاكم تجربوا وتتدربوا كويس قوي من غير اي خسائر ومن غير ما تكلفكم اي حاجة، ولما تتقنوها كويس تبدأوا تشتروا الوان جديدة ومبهجة. مش عايزة يكون في اي ديفو، ركزوا في التفاصيل الصغيرة دي كويس. ده طرف الخيط الصغير هنقصه بالراحة ونبدأ نشتغل. نمسك الخيط ونعدي بيه مرتين من على العصاية، وبعدين هنيجي من تحت نقوم جايين مدخلينها على العصاية اللي جنبها ونلفها برده. وركزوا كويس على الحركات دي عشان انتوا بتلفوا خليكوا شادين كويس، ما تشدوش قوي وما تسيبوهاش قوي. افضلوا كرروا الحركة دي على كل العصيان، انتوا بس هتلفوا. الموضوع سهل جدا. ركزوا كويس بقى هنا عشان لما نيجي ندخل اي خيط جديد هنقص الخيط اللي احنا بنشتغل بيه عادي جدا، وهنربط فيه الخيط الجديد، وهنكمل عادي جدا زي ما كنا بنعمل في الاول، بس هنخلي الرابطة من ورا، مش عايزين نبين اي ديفو. وعلى فكرة الفكرة موجودة من زمان، ولكن شطارتكم في انكم تبدعوا فيها وتدمجوا الوان حلوة مع بعض وتحطوا خرز وديكورات جديدة معاها. عشان كده بقولكوا جربوا الاول في الهدوم القديمة لغاية ما توصلوا للشكل اللي انتوا حابينه. طب التسعير بقى اكيد مش هنساه. بنحدد على اساس الفئة اللي هنبيع لها، المجتمع شرائح. هشوف انا ببيع لمين وعلى اساسه هحط الربح بتاعي، وعلى اساس كمان جودة الخامات. ولو ببيع للفئة الاقتصادية غير لما ابيع للفئة المتوسطة غير لما ابيع للفئة الاعلى، وعلى حسب ده ببدأ احدد. لو مثلا قررت ابيع لفئة المتوسطة هنحط تكلفة المواد مع تكلفة مجهودي، لو انا اخدته في يوم، لو اخدته في ساعة، لو اخدت بقى على حسب اخدته في قد ايه، وهامش ربحي مناسب للفئة دي. طب لو انا مثلا هبيع لفئة اقتصادية العالية، ساعتها بقى هستخدم خامات افضل، فبالتالي التكلفة عليا هتبقى اكبر، فسعرها هيعلى والربح هيبقى برضو اكبر. واخيرا كده خلصتها. عشان الفينش بقى يبقى حلو فاستخدمت امير او سوبر جلو وهلزقها من كل الجهات، وبعد ما اخلص هقص اي زيادة. نيجي بقى للعليقة. هجيب الخيط وهلفه على ايدي كذا مرة بالشكل ده. بعد ما لفيت كمية مناسبة هقصها بقى واربطها في كل الخيوط اللي عملتها بالشكل ده، وهاجي من تحت وهقصها بالشكل ده عشان يكون معايا الشرشوبة. واخيرا الخطوة الاخيرة هي ان هنلف خيط بلون مختلف من النص كده على الخيوط كلها، ونربطه كويس ونداري بقى اي زيادة، ونقص طرف الخيط بس كده. ممكن ما تطلعش من تحت مظبوطة قوي، فهبتدي اسويها بالمقص. واخيرا هنلزقها من تحت بالامير بالشكل ده. بعدت عن الكاميرا بسرعة عشان لزقت ايدي. واخيرا تاني برضو خلاص هي اخر مرة هعمل العليقة بتاعتها من فوق. هنجيب طرفين الخيط وهنلزقهم سوا كده في العصاية من فوق. واستنوا عشان اوريكم في الاخر افكار لدمج الالوان مع بعض. وما تنسوش لايك واشتراك عشان ده بيشجعني اكتر، واكتبولي تحت لو عجبتكم افكار المشاريع عشان هعمل منها تاني كتير.
ولو محتاجين تعرفوا برضو اكتر عن استراتيجيات البيع والتسويق وعرض المنتجات قولولي عشان ابقى احكيها لكم زي النهارده كده في الفيديو. وكان معكم ندودة، سلام.